بتبدأ قصة فيلمنا النهاردة يوم 1 يناير سنة 1863 لما أعلن الرئيس لينك إن تحرير المستعبدين في الولايات المتمردة. وفي ولاية من الولايات المتمردة كان في اختيارين قدام 350 ألف مستعبد، يا إما يستنوا جيش الاتحاد عشان يحررهم أو يحاولوا إنهم يحرروا نفسهم بنفسهم. وبيكون الفيلم مبني على قصة حقيقية وقت ما أصحاب المزارع بيكونوا عندهم عبيد بيشغلوهم في الأراضي الزراعية وجمع القطن، وبيكون في واحد اسمه بيتر أب متدين وبيكون قاعد مع اولاده ومراته بيقول لهم ان الرب دايما معاهم بيحميهم وما يخافوش من اي حد، وبيفضلوا مؤمنين بالله. وبعدها بيدخل عليه 2 عشان ياخدوه من وسط ولاده ومراته ويرموه في قفص حديد عشان ينقلوه لمكان تاني لان تم بيعه، وبيكون محتاج وقت عشان يودع اولاده. فبيحاول 2 انهم يشدوه بالعافية من بيته، فبيضربهم وبيقول لهم انه هيمشي معاهم لوحده بدون غصب، وبيتخانقوا كلهم سوا. ومن قوته بيكون الرجالة مش قادرين عليه لحد ما واحد فيهم بيهدده بقتل مراته لو مهديش، فبيسمع الكلام علشان ينقذ مراته من الموت وبيلبس السلسلة في ايده. وبعدها بيدخل القفص مع باقي المساجين اللي معاه، وبيتحرك القفص من مكانه وبيفضل ابنه يجري وراه. فبيوعدوا بيتر انه هيرجع لهم من تاني وقريب هيتجمعوا سوا، وبيطلب منهم يفضلوا كلهم مع بعض ومحدش يبعد عن التاني. وبيفضل بيتر في العربية اللي بتتحرك في الطريق وبتبعد عن مكان عيلته بمسافة كبيرة جدا لحد ما بيوصل لمكان كل اللي شغالين فيه عبيد، وبيراقب اللي بيعملوا في المكان. وبيكون في منهم اللي بيحفر واللي بيطبخ وكل انواع الشغل المتعب لحد ما بتقف العربية، وبيطلب منهم انهم ينزلوا من القفص. وبيفضلوا باصين في الارض وموطيين راسهم، وبيكونوا ماشيين في طينة من غير احذية في رجليهم تحميهم من الجرح او البرد. وبيلاقي ان في مجموعة صيادين جاهزين لمطاردة اي حد يعدي او يفكر انه يهرب من المكان، واللي ما بيقدرش يكمل شغله ويقف يرتاح بيتم اطلاق النار عليه فورا والتخلص من جثته. وبيكون مطلوب من كل العبيد انهم يشتغلوا في تجهيز سكة حديدية جديدة ومفيش ليهم اي مجال للراحة. وبيشتغل بيتر في نقل خشب الاشجار اللي تم قطعه لمكان السكة الحديد، ومن تقل الخشب بيقع عبد بيكون بيساعد بيتر، فبيجيله الحارس وبيضربه بالكرباج على ظهره عشان يقوم ويكمل شغل. فبينزل بيتر عشان يساعده انه يقوم قبل ما الحارس يقتله زي ما بيحصل مع اي شخص بيكسل. وبيفتكروا الحارس انه بيتحداه لانه بيساعد عبد من غير ما يستأذنه. بيطلع مسدسه عشان يهدده بيه، وساعتها بيرجعوا الصيادين اللي كانوا بيطاردوا الهارب وبيكونوا رابطينه من رجله. وبعدها بيتم حرقه في وشه كعقاب على هروبه. وبيعرف بيتر ان الحارس اللي مسك الهارب اسمه فيسل، وده بيشتغل صياد هاربين وامهر واحد في مطاردتهم. وبعد ما كلهم بيخلصوا شغلهم على بالليل بيترموا في مكان معمول من الخشب وبيتثبتوا في الارض بسلاسل عشان ما يحاولوش يهربوا. وبيكون بيتر جنبه واحد على وشك الانهيار، فبيحاول بيتر انه يقويه ويقوله انه يعتبر كل اللي هم فيه ده عبارة عن شغل وبس زي اي شغل، وان الرب معاه وهيقويه. وبيجي تاني يوم وبيكمل بيتر شغل في المكان وبيحاول انه يقوي زمايله باي شكل، وبيسمع كلام الحارسين وهم بيقولوا ان لينك بدأ تحرير العبيد وكل العبيد بيهربوا على مدينة معينة عشان ينولوا حريتهم فيها. وبعدها بيقوم الحارس عشان يزعق لعبده قدامه، فبيفضل بيتر باصص له، وده بيعصب الحارس جدا وبيخليه يجيله عشان يضربه. وبيصر بيتر انه يفضل واقف قدامه بيستفزه عشان يتحداه لحد ما الحارس بيطلع مسدسه عشان يقتل بيتر، لكن فيسل بيصفر وبيخلي الحارس يتراجع عن قراره. وبيروح فيسل في اخر اليوم وهو قاعد في مكانه وبيقول له انه هو المتحكم فيه وهو اللي سمح له يمشي على الارض ويتنفس كمان، لانه بامر واحد منه قادر انه يمحي له حياته وبقى كلبه دلوقتي. فبيقول له بيتر انه عايز حتة لحمة زي اللي بياكلها لكلبه التاني، وكده بيستفز فيسل. وتاني يوم بيجبر بيتر انه يفضل قاعد في الارض ومربوط من رقبته وقدامه كلب بيفضل ينبح عليه وقريب جدا من انه يفترسه. بيقول لباقي زمايله ان العبيد بدأوا يتحرروا، لينك هو اللي بيحررهم، وانهم لازم يروحوا للمدينة اللي هو فيها علشان ينولوا حريتهم، وان المدينة دي على بعد 5 ايام بعد عبور المستنقع. لكن جوردن زميله بيقول له ان في طرق كتيرة للموت في المستنقع، مع ان في طرق كتير برضه للموت وهم عبيد. وبيفكر بيتر في طريقة للهروب من مكانه. أثناء شغله بيلاقي إن في واحد مات من كتر التعب، وبيأمروا الحارس إنه ينقله بعيد عن الطريق، فبيشيلوا بيتر عشان يرميه في حفرة الميتين اللي جنبه، وبتكون مليانة عبيد ميتين أثناء الشغل. وبيطلب منه إنه يرمي جير على الجثث عشان ريحتهم ما تطلعش أكتر، وبيبقى الحارس على استعداد إنه يقتله هو كمان، لكن بينتهز بيتر الفرصة وبيقتل الحارس اللي جنبه وبيقطع إيد التاني عشان يقدر يهرب من المكان، وبياخد منه سكينة. وساعتها بيبلغ الحارس عنه كهارب،
وكل اللي في المكان بيجروا في كل الاتجاهات عشان يحاولوا يهربوا، وبيبدأ الحراس انهم يضربوا نار على اي حد بيجري قدامهم، وبيحاول فيسل انه يصطاده لكن الطلقة بتيجي جنبه بالظبط ومش بتصيبه، وساعتها بيستعد فيسل للصيد هو وحراسه الاتنين والكلاب بتاعته، وبيكون بيتر هربان ومعاه زمايله وهو اللي بيرشدهم للطريق، وبيفضلوا يجروا في الغابة خلال الاشجار لحد ما بيوصلوا للمستنقع، وبينزلوا كلهم المستنقع ما عدا واحد فيهم بيكون خايف ينزل المية، وساعتها الكلاب بتهجم عليه وبتاكل فيه قدام بيتر وهو مش قادر يساعده. واول ما فيسل بيوصل له بيبعد الكلاب عنه وبيسألوا عن وجهتهم اللي بيهربوا ناحيتها، وانه لو قال له الحقيقة هيطلق سراحه بدل ما يرجعه للمخيم من تاني، فبيصدقه وبيقول له ان زمايله رايحين ينضموا لجيش لينك عشان يتحرروا. فبيفهم فيسل العبيد رايحين انهي مدينة بالظبط، وبيسمح للي قدامه انه يعدي المستنقع، وبيطلع مسدسه وبيقتله عشان التماسيح تاكله، وبيقول ان العبد لو كان صاحب فكر لازم يدفن تحت الارض عشان فكره يدفن معاه. وبعد ما بيتر بيبعد عن الصيادين بيختار ان كل واحد يروح في اتجاه، وبكده محدش هيمسكهم، وبيروح واحد في اتجاه وجوردن من اتجاه، وبيفضل بيتر واقف مكانه بسبب اصابته في رجله اللي بتفضل تنزف جامد، وبيحاول انه يكمل طريقه للهروب لحد ما بيلاقي بيت قدامه، فبيتسحب من غير ما اهل البيت ما يشوفوه، بيروح ناحية مكان فيه مية عشان يشرب منه، وبياخد من قدامه ملاية وبصل وبيهرب من المكان. لكن البنت دي بنت صاحب البيت بتاخد بالها وبتفضل تصرخ انها شافت عبد هربان، وبتجري ناحية الجرس وبتفضل تضربه كعلامة ان في عبد هارب قريب من بيتهم. واول ما فيسل بيسمع الجرس بيجري على البيت وبيعرف منهم ان بيتر جري ناحية المستنقع، وبيقف بيتر عشان يلف الملاية اللي معاه على النزيف، وبيمشي وهو متخفي بين الزرع، وبعد ما بيجري شوية بيخلع الملاية وبيخبيها تحت جذع شجر عشان يجذب الكلب لمكانها ويقدر هو يبعد اكتر، وبيبقى وصل للمستنقع اللي المفروض يعديه، فبينزل في المية وبيحاول يخفي كل جسمه عشان فيسل ورجالته ما يشوفوهوش، وبينزل تحت المية وهو كاتم نفسه، وبيبقى الكلب وصل للملاية بتاعته. بيخمن فيسل ان بيتر عدى خلاص المستنقع وبعيد عن المكان، فبيضطروا انهم يغيروا مكان بحثهم، وبيطلع بيتر من تحت المية وبيكون شايفهم وهم بيبعدوا عن المكان. وقبل ما بيتر بيخرج من المستنقع بيهجم عليه تمساح وينزله تحت المية عشان ياكله، بس بيحاول انه يقاوم على قد ما يقدر لدرجة انه بيمسك جذع شجرة كبير وبيمنع التمساح انه يقفل فكه على راسه، بيفلت منه بأعجوبة. ووقتها مرات بيتر بتقوم مفزوعة من النوم وهي حاسة ان جوزها في خطر، وبيحاولوا اطفالها انهم يهدوها وبيسألوها لو في امل ان والدهم يكون لسه عايش، فبتأكد لهم انه لسه عايش وهيرجع لهم قريب جدا، لانها شافته وهو بيعاصر مشاكل ومصايب كبيرة وقدروا انه يتخطاها بسبب صبره وقوة تحمله وإيمانه، وإنه علمها الصبر والإيمان، وإنهم كمان لازم يؤمنوا إن والدهم راجع. وبيكون بيتر قاعد على شجرة عالية وبيحاول يعالج جروحه اللي اتصاب بيها من التمساح، وبعدها بيكمل طريقه ناحية المدينة، وبيفتكر لما ابنه جري ورا القفص اللي كان محبوس فيه ووعده إنه هيرجع له، وده اللي بيخليه عنده طاقة إنه يكمل مشواره ناحية قريته. وبيستمر فيسل بحث عن بيتر لحد ما كلبه بيخليه يرجع تاني لنفس المستنقع اللي كانوا عنده، وبيشوفوا التمساح اللي قتله بيتر، وبيكونوا عايزين يتأكدوا هل التمساح أكل بيتر قبل ما يموت ولا لأ، فبيشقوا في بطنه وبيتأكدوا إن بيتر هرب ولسه عايش، وبيخيموا في مكان في الغابة لحد ما النهار يطلع. وبيكون في واحد منهم مستغرب إزاي عبد جاهل نجح في قتل تمساح وضربه في المكان الصح في راسه، فبيقول له فيسل ولو بيفكر بالطريقة دي يبقى هو اللي جاهل مش العبد. فبيحكي له قصة حصلت في طفولته لما كان عايش مع والده في بيت واحد ووالدته توفت، فجاب والده مربية تربيه وتأكله وتشربه وتخلي بالها منه. وبعد فترة اتجرأت المربية وطلبت من ابوه انها تقعد معاهم على سفرة واحدة وتاكل معاهم، وساعتها سألها والد فيسل بعد ما هتاكل معاهم هتعمل ايه، ولان فيسل كان صغير ما كانش فاهم قصد والده، فشرح له والده وقال له العبيد في الاول بيطلبوا ياكلوا معاهم، وبعدها بيستولوا على بيتهم، وبعدها مزرعتهم، وفي الاخر يستولوا على كل املاكهم، وان ما ينفعش يسمحوا لهم بكده. وفيسل اعترف لابوه انه كان بيدي للمربيه اكل زياده عن اكله الخاص، فراح والده بالسكينه بتاعته وطعن المربيه ورماها في الحقل عشان تموت، وماتت بعد 3 ايام من العذاب. وكانت اخر كلمة على لسانها هي كلمة ليه، وبيفهم ابنه بعدها ان العبيد كلهم واحد، واسوأ حاجة فيهم الاصرار، وانهم لازم يتكسروا عشان ما يفكروش في الحرية لانهم عبيد مش اكتر، وده سبب لتعذيب وقتل اي هارب منهم علشان يبقى عبرة للباقي. وبيناموا لحد تاني يوم، وبيكون بيتر مكمل مشواره، بيعدي على مكان مليان حشرات بتطير وبتلدغ، فبيدهن جسمه كله بالطين عشان يتفادى قرصتهم، وبيوصل لحد بيت في الشجر، ولما بيطلع بيلاقي ان كان في واحد كان مولع
نار فبيستفاد منها وبيحط السكينة في نار الفحم عشان يكوي جرحه، وبعدها بياخد الفحم في جردل الخشب وبيطلع على شجرة في آخرها خلية نحل، وده علشان الدخان هيحميه من قرص النحل عشان النحل يبعد عنه، وبكده يقدر انه ياخد شمع النحل يعالج جرحه بيه ويتغذى عليه. وبعدها بياخد مركب صغير كان جنب بيت الشجر وبيتحرك بيه في المستنقع، وبسبب الدخان اللي كان طالع من الفحم بيقدر فيسل انه يوصل لنفس البيت ويتأكد ان بيتر لسه عايش بعد ما كان شاكك انه مات. وبيكمل بيتر طريقه وسط المستنقع لحد ما بينزل من على المركب وبيقابل زميله في الطريق بالصدفة، وبيلاقيه انه مستخبي فوق الشجرة، فبيستخبى هو كمان تحت جذع شجرة كبيرة وبيفرك جسمه بالبصل اللي معاه عشان الكلاب ما تشمش ريحته هو كمان. وبتقدر الكلاب تحدد مكان زميل بيتر من على الشجرة، وبيطلب منه رجالة فيسل انه ينزل من على الشجرة حالا، لكنه بيرفض وبيقول لهم انه مش عبد وانه راجل حر. لكن فيسل مش بيديله فرصة للمقاومة وبيضربه بالسلاح وبيقتله فورا وبيقطع راسه بنفسه. وبيكون بيتر شايف كل اللي بيحصل ومش قادر انه يساعد زميله، وبيفضل مستني لحد ما فيسل ورجالته يبعدوا عن المكان عشان يطلع من مكانه ويكمل هروب بعيد عن المكان. وبيلاقي بيت كبير متولع فيه وكل اللي فيه ميتين، فبيجري على ترابيزة الاكل عشان ياكل اي حاجة، وبيسمع الصوت جاي من الأوضة اللي جنبه، فبيدخل وبيلاقي بنت صغيرة لسه عايشة، فبيطلعها بره البيت عشان يجيب لها مية من البير. وقبل ما يقوم بيلاقي واحد من رجالة فيسل بيهدد بقتله لو اتحرك من مكانه، فبيطلب منه بيتر انه يجيب مية للبنت لانها تعبانة وما بيهتمش الراجل بيها. وبيشوفها بيتر وهي بتموت قدامه، فبيمسك الصليب اللي كان في رقبتها وبيخلي حرف مدبب في ايده وبيضرب الراجل في عينه وبعدها في زوره عشان يمنعه من التنفس، وبيموت. وبياخد بيتر السلاح وبيقتل الراجل التاني اللي كان بيقرب منه عشان يقبض عليه، وبعدها بيهرب من المكان قبل ما فيسل وكلابه يوصلوا للبيت. وبيدخل جوه حقل كبير عشان يستخبى فيه، وبيفضل واقف مستني الكلب يقرب منه، وبعدها بيقتله بالمسدس اللي معاه. وبيوصل بيتر لشط وبيلاقي ان فيه جنود كتير ميتين بسبب الحرب، وبيتأكد انه قرب من المدينة اللي لينك فيها واللي كان بيجري ناحيتها، لكن فيسل بيقدر انه يوصله وبيفضل يضرب فيه. وبعدها بيديله لحمة الكلب بتاعه وبيطلب منه انه يتوسل عشان يرحمه، لكن بيتر بيرفض. فبيطلع فيسل المسدس عشان يقتل بيتر وبيضرب طلقة من سلاح في رقبته بتقتله فورا. وبيظهر قدام بيتر جنود لينك وبيدوله مية عشان يشرب، وبيقابل النقيب اندري. وبيكون الجيش اغلبيته متكون من عبيد قرروا الالتحاق بالجيش بعد ما نالوا حريتهم، وبيطلب منهم بيتر انهم ياخدوه لاسرته لو امكن، فبيشيلوه من على الارض وبيعاملوه بكل احترام وبينقلوا له مخيم الجيش عشان الجرح اللي في رجله يتعالج. وبعد ما بيتعالج بيروح عشان يسجل اسمه وبياناته، وبيكون عايز يروح ينقذ عيلته من الاستعباد باي طريقه، فبيقابل رائد في الجيش عشان يسجل بياناته. وبيقول لبيتر انه حاليا في معسكر الجيش وقدامه اختيارين، يا اما انه يشتغل في مزارع الجيش او ممكن ينضم للجيش عشان يساعد لينك انها تفوز في الحرب. وبيختار انه ينضم للجيش عشان يبقى عنده فرصه لتحرير عيلته. وبيقابل زميله جوردن في الجيش وهو منقول للقسم الطبي عشان يتعالج من جروحه. وبيروح بيتر عشان يستلم الزي الرسمي للجيش، لكنه بيلاقي ان في اتنين بيستأذنوا عشان يتكلموا معاه في موضوع خاص، وبيكون الصحفيين جايين عشان يصوروا الاظهار شكل العباده للعالم كله، وده لان بيتر اكتر شخص عنده ندوب في ظهره من كتر التعذيب. وبعدها بيستلم بيتر الزي بتاعه وبيعرف ان الجيش بيجهز للهجوم على المكان اللي هو كان شغال فيه بسبب بناء خطوط السكك الحديديه لنقل الاسلحه والمدافع الكبيره، وان من مصلحه لينك السيطره على المنطقه دي قبل ما الاسلحه توصل. وبيأكد لهم بيتر ان كان في مدافع كبيره جدا في المكان ومفيش غير مدخل ومخرج واحد بس في المنطقه، واكيد محمي كويس. وساعتها بيكون جنرال الجيش بيفكر في الشخص اللي هيقود الهجوم اللي هيحصل، وبيسأل بيتر ازاي يقدر ينجو كل الايام دي من المستنقع، فبيقول له انه عارف المكان كويس. لكن الجنرال بيكون معاه صوره بيتر اللي اتصورت له، وبيقول له ان العبيد نوعين، يا اما مقاتلين او هاربين. هو واضح من صورته انه كان بيهرب كتير، ودي مش من صفات الجندي اللي ممكن حد يعتمد عليها. وبيطلب منه الانصراف، لكن بيتر بيرفض الانصراف وبيقول له انه كان بيواجه وبيقاتل عشان كده كان بيتعذب وبيتضرب بالكرباج، لكن ده ما كانش بيحصل لان كان دايما بيواجه حتى بعد تعذيبه بكل الطرق الموجوده. فبيقول له جنرال انه هيتم امتحان عزيمته واصراره، وبيوافق على انضمامه للكتيبه. وبيبلغ اندري ان رجالته هتهاجم على الفجر ومعاهم بيتر. وبيخاطب اندري رجالته وبيقول لهم ان الجيش الاتحاد بيحارب عشان السلطه والنفوذ، انما هم بيحاربوا عشان حريتهم وحريه عائلتهم، وانهم هم الحرس الوطني اللي هيحقق الفوز في النهايه. وبيوصلوا كلهم لارض المعركه وبتبدا الحرب. وبسبب عدد جيش الاتحاد الكبير بيكون الضرب على بيتر واللي معاه كتير جدا لدرجه ان عدد كبير منهم بيموت، وفي قنبله بترمي بيتر بعيد عن كتيبته، لكنه بيرفض يموت وبيقرر انه يحاول يقتل الجنود اللي واقفين على المدافع. واول ما يصيب واحد فيهم بيتعرف مكانه وبيتضرب عليه نار،
بيستخبى ورا جثة من جثث زمايله الميتين، ولانه عارف ان المدافع هي نقطة القوة في الحرب قدر انه يقود الجيش بتاعه للنصر وبتدمير المدافع واسقاط علم جيش الاتحاد. وبينجح الحرس الوطني في التوسع لحد ما بيوصلوا للمزرعة اللي فيها عيلة بيتر، وبيكون بيتر داخل المزرعة بكل عزة وشموخ، وبيشوف قدامه صاحب المزرعة وهو بيتم اعدامه بسبب المتاجرة في العبيد. وبيفضل بيتر يدور على عيلته بعيونه بدون ما يتحرك او يكسر وقفة الجيش الخاصة بكتيبته، وبينادي قائد الكتيبة كل العبيد اللي في المزرعة وبيبلغهم انهم بقوا احرار خلاص، وبيبقوا مش مصدقين كلامه وكلهم بيقعوا على الارض من العياط بسبب الفرحة. وبيتم نشر الجنود في البيت لمساعدة المتحررين من العبودية، وبيفضل بيتر يدور على مراته وولاده لحد ما ولاده بيشوفوه قدامهم وما بيكونوش مصدقين ان والدهم رجع لهم من تاني، وبيجري عليهم يحضنهم بعد طول فراقه وبيقول لهم انه حلم باليوم ده. وبتتنشر صورة بيتر الاسطورية في العالم كله وبتبقى بمثابة ثورة صارخة ضد العبودية. وفي يوم 1 يناير 1863 بيصدر الرئيس لينك اعلان عن تحرير العبيد، واللي بينص على تحرير كل العبيد، واكتر من 400 راجل وست هربوا ناحية الحرية. وبعدها بسنتين بيتم الاعتراف في امريكا بحوالي 4 مليون عبد كاشخاص احرار. وبكده يكون انتهى فيلمنا، واشوفكم في فيلم جديد، وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة. سلام.